اللهم وفقني لكل خير، وسهل علي كل صعب، واجعل نهاية جهدي وتعبي فرح. السلام عليكم، ربي يسعد لي صباحكم ومساءكم كل اوقاتكم يا رب. كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. رجعت لكم فيديو جديد، ان شاء الله يا رب تحبوا ينال اعجابكم. اليوم الفيديو مشتريات العيد، ان شاء الله ربي يعيدوا علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية والبركة يا رب. هلا اليوم هذا الفيديو مصور على هلا نزلت السوق. انا ما صورت لكم تاني يوم، صورت لكم اول يوم وثالث يوم لانه 3 ايام متواصلات نزلت على السوق. لازم ما تدوسوا على الزعلان. تعرفوا ولادي اتركهم هون يعني ساعتين 3 او للمساء، كيفوا. يلا انا رايحة، باي باي. يلا طالعة، خلصنا من هون طالعين من هون. كأنه اليوم برد، ما اليوم برد اكتر من امبارح. ما غزالي. سبحان الله شلون بيبرد الجو. الجو كتير برد، ما يزال. تعالوا ندخل لهون نتفرج. وللصراحة ما قدرت أصور أكتر يعني من هيك، يعني جوات المحلات ما قدرت أصور لأنه زحمة كتير كتير. بسم الله ما شاء الله. بتعرفوا أنتوا أجواء العيد وبتحسوا العالم كله أنه عم تشتري لبس، فكتير أنه صعب أصور. وأنا بالنسبة لي أنا و3 أطفال يعني ما فيني أبدا ألتهي بالتليفون. ايه، فانه بدي انتبه على الاولاد وبدي اشتري لهم، ما معي وقت. شفتوا النهار يعني كتير قصير، فصدقا عم بنزل الظهر، عم برجع قبل الافطار، يعني كمان بدي ارجع على البيت مشان الزحمات وهيك. فبنفس الوقت نحن هون عنا بعد الافطار ما بنقدر يعني انه ننزل لانه بسكروا الاسواق، المولات ما بتفتح. فوالله هون من بعد ما رجعت من السوق، هذا اليوم الأخير اللي نزلت فيه على السوق، بعدين رجعت على البيت. عم بحكي مع أبي يزن بالطريق، فقال لي إنه بده مقالي. فقلت له إنه بلا بدي أحمم الأولاد وهيك. قال لي لا، إنه بده خلص بده ياكل مقالي. قلت له خلاص تكرم عينك. فوالله رجعت على البيت، حممت الأولاد، وبعدين مباشر بلشت هيك. قال لي بهالسرعة، وما كان إنه عندي وقت كتير. فالحمد لله رب العالمين. بلشت بالفطور، بتجهيز الفطور. كمان عن جد وقت رمضان كتير دقيق. فوالله وبالضد انه عم ننزل على الاسواق عن جد بالسوق. انا ما توقعت هي السنة انه ما يكون في شيء ابدا. عن جد كتير كتير تعذبت لوقت ما اشتريت هالكم قطعة للولاد، وتمنيت عن جد انه اكون شارية مثلا من قبل للولاد، لانه عم ننزل على السوق حاطين ستاند صيفي ستاند شتوي، وبالشتوي ممكن تلاقي القياس، ما ممكن تلاقي القياس، ما ابدا ما في شي حلو، ما في شي متناسق. تعذبت عذاب عن جد كتير كتير، يعني تعذبت. قلت يعني كنت الصراحة ما راح اشتري لهم، بس قال لي ابي يزن انه لا خلص بدك تاخدي لهم، يعني انه ابي يزن عنده لو انه بدنا ناخد، لو انه شي ما عجبنا المهم انه ناخد قطعة جديدة مشان نفرح الاولاد، انه العيد للاولاد وما تلبسيهم هيك قطعة جديدة. شايفين جماعة بيهرش الكبة. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ولا وحدة فتحت ما شاء الله، والقرشة غير شكل. هذا مو شغلك يا مزن، شو بدك تفتح؟ والقلي قليك يا أبي يزن. يلا فالحمد لله رب العالمين. هلا هون مثل ما شفتوا ورجيتكم الكبة، بسم الله ما شاء الله، هي اللي كانت مفرزة. طالعت كمان كيس
لأنه غزولة ما بتاكل مقالي يعني. وكمان بدي أعمل مقلوبة، لا مو مقلوبة عفوا، فتة الباذنجان. هلا كمان هاي أول مرة بجربها الصراحة، شفتها على التيك توك كني وما بعرف اشتهيت أجربها. فهي طيبة، واللي بيحب الباذنجان يعني بيحبها، بس أما اللي ما بيحب الباذنجان ما أظن يتقبلها. هلا هي مثل الفتة العادية، بس إنه ضفت باذنجان، وللباذنجان ضفت طحين مشان هيك ما إنه يضل هيك إنه مقرمش، عرفتوا؟ بس طبعا ما كترت مشان ما يحترق. فهلا هون أنا حطيت الخبز المقلي، بعدين حطيت حمص وحطيت الباذنجان، وبعدين حطيت الطحينة اللي هي لبن ومعلقة طحينة وتوم وملح وملح الليمون. يعني ما أشبه شي الصراحة، اللهم صل على النبي، الصحن يعني خلص. يعني إنه حبوها الأولاد وأنا كمان حبيتها. وكمان ما كترت باذنجان مثل ما لكم شايفين، يعني كتير سهلة وهيك سريعة وبتغيير شكل. المهم عم بحكي لكم عن اللبس، كنت ما بدي اخذ، بس ابيضا قال لي لا خذي لهم وهيك، بس لحد الان كمان ما توفقت لغزوله ببيجامه. بس الحمد لله رب العالمين، هيك فرحت قلبهم بهيك لبس حلو هن ذاتا، يعني انه كان لازمهم كمان لبس. فعم نستنى العيد الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله ربي هيك يعيدوا علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية. سبحان الله العيد بيبقى هيك بفرحة الأولاد، يعني الأولاد بيبقوا هيك انه بيفرحوا عليه، بيلبسوا بيأكلوا. ايه والله الحمد لله رب العالمين. احكولي انتو اشتريتوا لبس لأولادكم اللي لسه ما نزلتوا على السوق؟ انا والله بالنسبة لي قلت لكم كتير متأخرة بشراء اللبس، بس هيك سبحان الله بسبب الظروف يعني شوي اللي عديت فيها، فلهيك تأخرت. بس انا بالعادة وبالنسبة لي بفضل انزل قبل رمضان اخلص ولادي. شفتوا يعني 3 ولاد الله يحميهم، فبيبقى انه لازم الواحد يشتري لهم قبل، انه لانه هيك يعني مشان الواحد ما انه يلتهي اكتر. شوفوا لي على هالمنظر، طلعت كتير طيبة عن جد، ما اشبه شي يعني، وهيك مقبولة يعني، وشكلها حلو. وهيك كانت سفرتنا طبعا، الحمد لله رب العالمين. وبدي اتشكركم كتير على تعليقاتكم الحلوة بالفيديو السابق بالنسبة للمعمول. هلا بالنسبة للمعمول سألتوني انه ايش هو الطحين. الطحين متعدد الاستعمالات، وممكن تستعملوا طحين فاخر يعني ما بتفرق. وبالنسبة انه بصير تستبدلوا النسلة بغير شيء، ايه فيكم تستبدلوه بالقطر. عن جد طريقة مجربة وكتير كتير لذيذة وطيبة. وهلأ هون خلوكم معي شوفوا شو اشتريت للولاد. وهلأ جيتكم بلبس العيد للولاد. يلا هلأ بدكم تعطوني رأيكم لبس العيد للولاد. طبعا أنا مو بنفس اليوم يعني اشتريت اللبس، ضليت تقريبا 3 أيام متواصلة عم بنزل على السوق هيك. هلا أول شي بدي أبدأ لكم بالتقيل عن جد، بدي تعطوني رأيكم. الشنطة يلي وصلتني، شوفوا عن جد بفرجيكم من وين، من هون من هذا المحل. طبعا أنا وصيت عليها تلفاي الصراحة، يعني أنا ما قدرت أقاوم إنه ما أفتحها للمسح. من أول ما وصلت فتحتها، بس عن جد يعني فخامة فخامة. بدكم تعطوني رأيكم وشوفوا من أول ما بلشنا لسه ما دخلت يعني طلعت الشنطة لسه هون الكيس الخارجي. شوفوا لي على هالقطع عن جد، يعني شانيل وما صار. يعني طلع كتير كتير شيك هيكو. الكواليتي تبعها بتجنن حرفيا، يعني بتجنن كلها كتير حلوة هيكو. شوفوا عن جد طلعوا هون سحاب هيك هون كمان في كبسون طبعا مفتوحة. شوفوا التفاصيل، يعني قطعة عن جد قطعة حلوة. الله يبارك لها يا رب لصاحبة المشروع. يعني هو أنا أخذتها من عند وحدة وصلتني على البيت لهون.
وعلى فكرة يعني سعره على الكواليتي تبعه يعني والله قليل عن جد. يعني انا نزلت على السوق وشفت ليك، وهي هون إلها يعني اثنين عرفتوا. انا نزلت على السوق وشفت الاسعار خيالية برا، بس بالسوق يعني تعلكم بالشوارع. شوفوا والقفل. انا هاي الشنطة صار لها بعيني تقريبا شي 5 شهور 6 شهور، ما عم بفضل كنت اوصي صراحة. شوفوا بتجنن عن جد. عطوني رأيكم. هيكم يعني شامل شلون بدها تكون غير شكل مو. هلا هاي لألي دللت حالي فيها وجبتها ليك، ومقاسها وسط مو صغيرة ولا كبيرة. وهلا هون هلا انا بلشت لكم بالتقايل، فهلا رح ابلش لكم بعسولة. كونه طلع معي الكيس يلي العسل. هلا شوفوا شو اخذت لها العسل. هيك شوفوا اخذت لها فستان. فستان هو جاي معه هذا الكولون، بس هذا الكولون صيفي يعني مثل الجرابات، فلهيك طلع اخذت لها هذا الفستان العسولة. شوفوا شو قد كيوت يا عمري، شلون طلعت فيه، بجنن حرفيا. واخذت لها تحته هذا البادي، واخذت لها كمان هذا الكولون. شوفوا هيك يعني. هو الصراحة العفو شوز عنده ما راح اشتري لها يعني. بس شوفوا عن جد اعطوني رأيكم بالفستان. كتير كيوت، كتير حبيت. شوفوا التفاصيل. طلع يا عمري انا البنات وكياتهم. هلا هيك لعسولة. انا لابسه غطا الصلاة. و تعالوا اشوف شو هون. اي هذا هلا اخذت لها اياهم من ياخذ هدول يعني الصراحة من شي شهرين اخذتهم هدول. هي البيجام الصراحة منيح اخذت لها اياهم من شهرين، وخبيت لها اياهم للعيد لانه نزلنا على السوق شتوي ما في، يعني حاطين ستاند شتوي ستاند صيفي، وعنا برد بوز العادة. شوفوا اخذت لها هي بنطلون هيك بيجي من فوق ضيق ومن تحت عريض، وهي البلوزة هيك معه بيجامة، يعني بيجامة للبيت. تشوفوها ان شاء الله لبستها اول يوم العيد. وش كمان النهاردة اخذت لها هي البلوزة لونها احمر، بس لسه ما طبقت بنطلون معه، بس مو مشكلة يعني. على فكرة لونها احلى من اللي واضح عندكم انتو بالكاميرا، بس عن جد عارفين رأيكم فيها. هلا هون نجي لغزولة. هلا صاروا الأغراض فوق بعضهم، والله راسي عم بيوجعني. قلت بس بدي أصور لكم مشان يعني هيك تشوفوا مشترياتي. هلا شوفوا أخذت لها الغزل، وأصعب شيء الغزل اللبس المحير، يا الله شو صعب. شوفوا أخذت لها كات بيجي صوف تمام، وتحته قميص كتير كمان حلو هيك شغل بنوتات محير يعني عرفتوا. قميص وفوقه كات، وطبقت لها معه هذا البنطلون هيك. هذا البنطلون هيك كمان بيجي عريض هيك يعني. وشوفوا هيك صار مثل طقم، بس انا الصراحة انا طبقته تطبيق يعني. شوفوا كمان هي الزهري واضح يعني، زهرية حلو كمان. وهيك لغزولة. والصراحة لغزولة ما لقيت البيجامات، فعن جد فتلت السوق 3 ايام وانا عم بنزل وما لقيت ابدا يعني بيجامة. المهم واخدت لها كمان العفو هذا الشوز كمان لغزولة، طبقت لها اياه معهم يعني. قلت ابيض بيروح على كل شي هيك. وهون هلا بنجي كمان على لبس يزدوني. هلا بدكم تعطون رايكم على المظبوط. شوفوا لي طقمه ليزن.
اخذت له كمان هذا الطقم، عن جد يعني كتير كتير لبقله الصراحة، كتير هيك حبيت. بيجي بنطلون اسود، وبيجي هيك بلوزة قطن، وهذا الجاكيت. يعني هذا الجاكيت فيه يستفيد منه انه جاكيت مبطن، عرفتوا، مو انه خفيف. اعطوني رأيكم بجاكيت يا زلمة، ولونه زيتي غامق، هو كتير لبق له. هو اهم شيء انه يلبق له، لانه عن جد بتنزلوا على السوق وهيك ولاد سبحان الله يعني واحد بينعبط. واخدت له هي البيجامه كمان هيك شغل شباب، صايره عم بعمل ولادي شباب وصبايا. بس لا انا عن جد كتير فرحانه انه هيك عم بلاقي له انه هيك شغلات. مليت من التوم وجيري، ومليت من هيك الالعاب يعني على اللبس، مشتيه هيك انه اساويه هيك شاب صغير. وهاي البيجامه ليزونه هيك بتجي تريكو، عرفتوا، قماشة تريكو. وهذا البنطلون اعطوني رأيكم فيه. وكمان اخذت له ليزونه حذاء كمان من شهرين وقت نزلت، اخذت بيجامه عسولة. بس لحظة اورجيكم اياه. هلا هون الصراحة انا هذا اخذت له اياه من قلتلكم يعني تقريبا من شهرين، شهر. بس تعرفون شوفوا، توقعت ما يزبط لانه الحذاء هيك لونه ابيض وعليه ريشي، بس هلا انتبهت انه عليه كمان اخضر، بس يلا ما بتفرق يعني. هاد كمان حذاء يزوني هيك مع طقمه، اعطوني رايكم كمان. ايه والله ان شاء الله بتشوفون كمان لابسينهم ان شاء الله هيك اول يوم العيد او ثاني يوم العيد حسب. وهيك هلا بورجيكم لبس الولاد، عطوني كمان رأيكم. الصراحة تعذبت كتير لوقت ما هيك يعني طبقتهم، بس الحمد لله رب العالمين. انا الصراحة اكتر شي عجبني فستان عسولة، كتير هيك حسيته مدلعن وكيوت. وكمان الشنطة تبعيتي كتير حبيتها. وبالنسبة للشنطة اذا حبيتوها راح احط لكم رقم الصبية بالوصف، بصندوق الوصف. عن جد اطلبوا من عندها وهي ثقة، وانا هاي صار تاني مرة بطلب من عندها لانه طلبي الشنطة البيج من عندها. بضاعتها حرفيا بتجنن يعني. وعن جد تواصلوا معه واشتروا هيك شنطة العيد، فرحوا حالكم فيها مثل ما انا هلا فرحت بشنطة العيد تبعيتي. خلي لي قلبكم، وما تنسوا تقولوا لا نحن من طرف زهرهم. ربي يسعدكم ويجبر خاطركم يا رب. وهيك كانت مشترياتي لأولادي، ربي يحميهم ويحمي ولادكم يا رب، وإن شاء الله عقبال كل سنة وينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية والبركة يا رب. وهلأ هون حان وقت الرواق، ولهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. بحبكم كتير، وما تنسوا تشاركوا الفيديو مع رفقاتكم وتدعموني هيك بلايكات كتيرة، كومنتات حلوة مثلكم خليلي قلبكم. بحبكم كتير واستنوني بفيديو جديد، ولهون بقلكم سلامات بأمان الله.